بغياب الفار، حارس مصري يعترف بخداع الحكام في الكونفدرالية. كشف حارس مرمى نادي فيوتشر المصري لكرة القدم محمود عبد الرحيم جنش كواليس ركلات الترجيح أمام ضيفه بريميو دي أغسطس الإنجولي في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء. ونجح نادي فيوتشر في الظفر ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية بعد تعادلهم مع فريق بريميو دي أغسطس 1-1 في مباراتي الذهاب والإياب ضمن مباريات دور الاثنين والثلاثين للمسابقة، قبل أن يرجح الفريق المصري الكفة لصالحه بركلات الترجيح بفضل حارس مرماه جنش. وقال جنش في تصريحات بعد نهاية المباراة: في الحقيقة كنت أعلم بعدم وجود تقنية الفيديو وتقدمت للأمام بشكل عفوي. واستدرك: لكن إذا كانت تقنية الفيديو متاحة في المباراة كنا سنحصل على ركلة جزاء في لعبة شهدت اعتراضات كبيرة من لاعبي فيوتشر بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني. وتم: تقدمت للأمام بشكل عفوي لكنها لم تكن مقصودة، وأعتقد أنني لم أتقدم بشكل مبالغ فيه كما يصور البعض. وصار محمود عبد الرحيم جنش حالة من الجدل أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، وبينت الإعادة تقدمه أمام خط المرمى عكس ما ينص عليه قانون كرة القدم.